السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي في كل مكان؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة عملكم الفراخ المشوية. قبل ما نبدأ الفيديو نصلي على رسول الله ونشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وحط لي لايك عشان اللايك ده بيرفع الفيديو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده عملكم الفراخ المشويه على الفحم زي ما انتم شايفين كده. الورقه الفويل ديت انا هحطها. ما شاء الله جميله، بتخلي الفراخ تستوي. يعني احنا بنديها وش بدل ما تتحرق. بحطها في ورق الفويل زي ما انتم شايفين كده، وتخلي الفراخ تستوي وتبقى جميله. يلا كملي معايا الفيديو وما تنسيش ايه باللايك. يلا عشان ما دماغكم مصدعش مني، هنبدأ واحدة واحدة مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. معانا فرختين، معايا هنا فرختين اهي يا جماعة، ومعايا بهارات. الفراخ دي هفتحها فتح صغيرة، فتحة صغيرة بس اللي تبقى غويطة لتحت شوية عشان التتبيلة تخش فيها كلها ويبقى الطعم التتبيلة فيها. واللهم صل على النبي. عندنا بابريكا وكاري وكركم وزعتر جنزبيل، بودر، ملح، توم باودر، بصل باودر، فلفل اخضر. اللي انا عنديش فلفل اخضر حطيت فلفل احمر عادي. واللهم صل على النبي حطيت ليمونه عشان الزفاره برضو بتاعت الفراخ وبتخلي ليها طعم وتست حلو. وحطيت طماطمتين وحطيت بصلتين كبار. وهنا معلقه السكر. معلقه السكر بتخلي الفراخ طريه معايا ومستويه وخلى طعمها حلو. يا حبايبي احط كله بقى في الخلاط مع بعضه واضربه في الخلاط. يبقى ناعم خالص كده عشان ما يبقاش متفل مننا في الشوي ويتحرق مننا. ومعاك يلا بتحنسونيش بقى باللايك. خليكم معايا لغايه ما اخلص التتبيله. وهنا يا حبايبي حطيت شويه برضو زيت، يجي نص كوبايه زيت كده وربع كوبايه خل. بيخلوا برضو بيعزز الطعم، بيخلوا طعم حلو. وبيستوي برضو بسرعه. والزيت برضو ليه فايدة كويسة يعني عشان التتبيلة تبقى حلوة معاكي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنا جبت الفراخ هفتحها زي ما قلت لكم فتحات صغيرة. فتحها فتحات صغيرة كده لتحت يعني عشان التتبيلة تخش لتحت وفي العظم وتبقى حلوة، وتخلي الفراخ تاخد من التتبيلة كلها تبقى جميلة خالص. جربوها وما تنسونيش بقى باللايك. جربوها هتدعيلي والله. بسم الله ما شاء الله. الفراخ هما غسلها نظيف وما شاء الله عليها جميلة. غسلها ونقعها في مية بخل بملح بليمون بجنزبيل بطماطم، ده كله غسلها بيه ونقعها فيه. ما شاء الله شفت نظيفة ازاي. وانا اقول لكم فتحها كده، مفتحها عشان زي ما قلت لكم التتبيله تخش فيها. عملت التتبيله كده في الخلاط، وهنزرع نحطها كلها ببعضيها كده. هندخل بايدينا كده وبصوابعنا عشان البتاع التتبيلة تخش في في الفراخ. وتاخد فيها كلها تشرب منها تبقى طعمها حلو. وهكمل الكمية كلها وارجع لها. انا رجعت تاني اهو، خلصت الكمية كلها ورجعت لكم. اللهم صل على النبي. دلوقتي هنخش بقى نولع الفحم ده. بس انا حطيتها ساعتين 3 في التلاجة، في الفريزر. عشان الفريزر بيخلي اللحم ياخد في التتبيلة جامد، بيشرب منها. ولو انت عايزة تخليها لتاني يوم ولا يعني زي ما انت عايزة في الفريزر، تبليها وحطها في الفريزر طلعيها تفك وشويها. عايزة تحطها في الصينية حطيها، مش عايزة انت حرة برضو. عايزة تحطها على الفحم زي ما انتم شايفين كده. انا ولعت الفحم وولعت المروحة عليه، وبعد كده عشان ولع كده زي ما انتم شايفين. بعد ما ولع حطيت الشبكة. هحط الشبكة عليه. بص بعد ما هدى خالص اهو، بعد ما هدى الفحم النار منه متطلعش منه اهي، احمر بس كده. حطيت الشبكة زي ما انتم شايفين وحط الفراخ عليها.
عشان تاخد صدمة كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ونخش مع بعض بقى نعمل الطحينة. عندي هنا معلقتين من الطحينة ونص ليمونة، احط عليها نص ليمونة. واللهم صل على سيدنا محمد. معلقتين خل، ونضربهم في بعض بالمعلقة كده. لو عايزة تعمليها في الخلاط اعمليها، بس هم عشان الكمية صغيرة عملتها في الطبق كده على ضيق. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ربنا يحسن ما بين ايديكم. وما تنسونيش بقى باللايك والاشتراك في القناة. اللي لسه مشتركش يشترك في القناة، في زرار احمر تحت الفيديو مكتوب على اشتراك او سبسكرايب بالانجليزي، ويضغط عليه الكل عشان اي حاجة انزلها يوصل له اشعار بيها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وبعمل وصفات تانية برضو، بعمل تورتات وحلويات. بكرة في حاجة نازلة كمان، حاجة حلوة برضو، يعني يوم حلو. حاجة امبارح كنت عاملة فراخ بتاع الحمام الكداب عند ماما. القناة اسمها يوميات انا ومامتي انا وبنتي حبيبتي، عشان هي قناة انا وماما. هنا في بتعمل اكل هناك بصوره، بتعمل هنا اكل بصوره برضو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كل حاجة يا حبايبي سموا الله وصلوا على رسول الله عشان ربنا يحفظكم ويمنع لكم بركة. هنا جبت المضرب السيليكون زي ما انتم شايفين، وبحطها بضرب بيها جامد كده عشان تفك منها، عشان ما تكلكعش الطحينة. وكل ما تتقل معايا احط لها ميه سخنه. ما خلاص قوامها بقى مظبوط، خلاص تبقى حلوه. احط لها بقى شويه ملح وشويه كمون، يعني حسب الرغبه برضو، حسب الرغبه. ربنا يحسن ما بين ايدكم ان شاء الله. هنا بقى جينا الفراخ عملنا لها ايه، حطينا لها الورق الفويل. ورق الفويل ده عشان قلت لكم عشان يعرقها، عشان خلاص احنا خدنا اللون اللي احنا عايزينه. لازم تعرق الفراخ بقى عشان تستوي حلو، ما تبقاش بدمها او تستوي وبتبقى محروقة ولا حاجة. لا، بتبقى واخدة اللون المظبوط. وبعد كده تاخد السوا في ورق الفويل كده، وبرضو تقلبيها من جنب لجنب شوية كده وشوية كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنا عملتها بورق الفويل زي ما انتم شايفين اهو. وما تنسينيش بقى باللايك والشير والسبسكرايب او الاشتراك اللي هو بالزر الاحمر تحت الفيديو. يلا حبايب قلبي، مع الف سلامة في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.